عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة حابة اخد رأيكم في حاجة. عايزة اعمل ستارة فوق السرير. ادي السرير بالشكل ده. عايزة اعمل ستارة فوق السرير. انا طبعا هشيل الشماعة دي اللي حاطة عليها الشنط بتاعتي، الخروج بتاعتي هشيلها خالص وافكها وافك مساميرها واشيلها. حابة اعمل الستارة، فياريت تقولوا لي رأيكم ايه. اعملها فوق السرير بس، ولا اعملها يعني كده تبقى كبيرة كده على التسريحة وعلى السرير لغاية اخر الحيطة؟ ياريت يا حبايبي تقولوا لي رأيكم بسرعة قبل ما اقصها، وهل هي هتكون فوق السرير بس احلى ولا لا، او هشيل كمان رسومات الاطفال دي هشيلها. بس هخلي الرسمة اللي في النص فوق السرير كده، بحيث لو عملت الستارة هعملها في كلتا الحالتين، سواء بطول الحيطة بعرض الحيطة او فوق السرير بس هعملها مفتوحة في النص. فقولوا لي ايه رأيكم، اعملها على قد السرير بس، ولا اعملها بكبر الحيطة؟ بصوا الحيطة من هنا فوق التسريحة، وادي الحيطة هنا لحد الدولاب. فياريت يا حبايبي تقولوا لي رأيكم ايه، يا ريت يا حبايبي يكون ردكم ان شاء الله النهارده، عشان انا حابه اقصها واشوف اعملها كبيره ولا صغيره. ادي كده شكل السرير، وهعملها انا ستان بس. ممكن نحط ستان واحط عليها حاجات من فوق، يعني اورجانزا او كده، وهوريكم شكلها. انا هفصلها معاكم خطوه بخطوه. بس يا ريت تقولوا لي يا حبايبي اعملها على قد السرير بس ولا بعرض الحيطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.